واحده ويطرد. باقي له واحده وهيطرد. منزوع الدسم باقي له واحده كده ويخسر مباراه بالانذار. بالجزاء بالجزاء الاحمر. في ماسك يعني اللاعب الياباني يخسر نفسه يعني بالمباراه. والله لازم يكون حريص. ده اول تحذير من الفئه 2 وقلنا قبل كده الفئات لا يعني ما فيش دعم كده. بس الاتحاد الكويتي المفروض يحاسب عليه. يعني محمد عنده اداء قوي حتى الان. في انذار في انذار بالنسبه للاعب الياباني. شكله هياخد هاتسوكو. ما في عنده حل اخيرا عند الاحمر. عند الاحمر اخيرا ما عنده حل ثاني. هاي مباراة صراحة يعني نهائي وتخسر نفسك عند حرام يا مالي، حرام تخسر نفسك. لا شوف الروح لكن خسارة حرام يعني. لو تخسر المباراة بنقاط ممكن يعني، لكن إذا تخسر بالانذارات خسر نفسك. إذا كابتن محمد تهنئة خالصة لمحمد بكر من الكويت، وألف مبروك للميدالية الذهبية. مش مشكلتنا إن هو خسر بالإنذار، لأنه هو خسر نفسه، وهذا شيء الكويت. مبروك طبعا كابتن بدر كان لاعب سابق للاتحاد الكويتي، حاليا هو مدرب من أبطال العالم. نعم كابتن بدر. ألف مبروك للكويت والميدالية الذهبية الأولى للكويت. نعم يستاهلون الذهبية. إذا محمد بكر وزن 61 كيلو والميدالية الذهبية تذهب إلى الكويت مباشرة. ألف مبروك للكويت، وألف مبروك لمحمد بكر. وحظ أوفر للكمبيوتر الياباني الذي لم يقنعنا أداؤه في النهائي وخسر بالانتصارات.